الحمد لله تمام الحمد لله. طيب هو طبعا اللي انت حضرتك عملتيه اللي هي ان احنا بيتعمل برزنتيشن او عرض او ان احنا بنعمل تحليل كامل لاي حاجه عشان نقاش فيها، ده شيء معمول به في كل الدنيا، انما مش معمول به عندنا او لاول مره، فشيء رائع جدا ان يكون هذا موجودا. ممكن حضرتك تحط الساده يعني مشاهدينا واللي بيسمعوا حضرتك على التليفون توصلت لايه وايه الموضوع؟ هو الحقيقه بيان الحكومه مسؤوليه علينا، يعني كلنا لازم ان احنا نعمل زي ما رئيس السيسي قال يوم زيارته للبرلمان يدا بيد السلطه التشريعيه مع السلطه التنفيذيه، فاحنا المفروض انه فريق واحد معا بيشتغل علشان مصر تبقى احسن قدام. فالبرنامج المقدم يعني كان فيه العديد من المشروعات، ولكن من المهم واحنا في مرحله حرجه ان احنا لما نقدم مشروع يبقى في مقاييس معينه نتبعها عند تقديم المشروع. اكيد انه الوزارات المختلفه عامله دراسه جدوى، ولكن حبيت ان احط اطار عام لاي مشروع بيتقدم، زي المده زمنيه زي ما حضرتك تفضلت ان عندنا رئيس بيثمن الوقت ومدرك لقيمته، وخصوصا في المرحله اللي احنا بنمر بيها، فطبيعي انه من ضمن الاطر اللي لازم تتحط الوقت، مصادر التمويل، المراحل المختلفه للمشروع، مؤشرات الاداء، حاجات كتيره اتحطت في العرض اللي اتقدم علشان لا دي تبقى الاسس اللي اساسا نقيم المشروع، ويقدر المجلس يقيم اي مشروع متقدم، وكمان يتابع المشروع اذا كان فعلا حصل فيه تحسن او تقدم او لا. دي كانت